السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. النهاردة بقى بصوا، كنت بطعم محمد ابني، رحت بقى طعمته كده تطعيم السنة وجيت هنا بقى. كنت خلاص وصلت البيت. اول ما وصلت البيت كنت جايبة قرص وعملت شاي وفطرنا. بعديها بقى قمت على الشقة كده. انا كل يوم والله العظيم كل يوم كده اقوم اول حاجة كده ادخل على الشقة. دخلت روقت الأوضة دي بسرعة كده لان انا عارفة ان محمد هيتعب مني وهبقى ايه لازم اقعد بيه. فقلت لا اروق الشقة الاول عشان ما محمود يجي يتغدى ما يلاقيهاش مكركبة. روقت كده اوضه النوم. طبعا بصوا انا يعني واخدالكوا كده تناتيش على اللي عملته. اي حته فراغات فيها سيراميك سيقتها كده بسرعه، تسيئه سريعه. وهنا ملك كانت جت من الدرس العربي وايه ورايحه درس الانجليزي. فايه ادعوا لها يا حبايب قلبي بالله عليكم لان تركيزها بقى ضعيف قوي وبقى مستواها مش عاجبني خالص. فربنا يوفق عيالنا جميعا يا رب. هنا بقى خلاص كنت انا خلصت الصاله وخلصت كل حاجه. قلت ايه اقعد مع محمد كده في المشايه على ايه على ما اخلص اللي ورايا، لان كل ما قعدوا في الارض يقوم سايبني ورايح ايه لاعب في الزباله اللي في المطبخ، وارجع لمهم يريح برضو نفس النظام. قلت لا انا هحبسه في المشايه دي، هو مش هيريح نفسه. انا عارفه ان هو يوم التطعيم ده ما بيريحش نفسه، هيقعد يعيط. هشيله من المشايه واحطه على الارض وارجع اشيله احطه شويه على المرجح. بصوا هو يوم التطعيم ده بيبقى يوم تعب لاي ام بصراحه، فربنا يخليهم لنا يا رب. هنا بقى اوضه البنات دي انا كل اللي بعمله ان انا بشيل هدومهم واحطهم في الدولاب، لكن هم لما بيجوا من دروسهم بقول لهم خشوا ايه كل واحده تروق السرير. يعني انا مش بعمل اكتر من اني اكنس الارض واسيقها وهم يروقوا كل واحده سرير. الا يوم تغيير الملايات دي انا اللي بخش ايه اغير الملايات بس. وعلى كده هنا بقى تعالوا بينا بقى نخش نشوف هنعمل ايه. انا هنا علقت على الغسيل كده، قلت ايه كان عندي كام غير كده، قلت ايه اعلق عليهم ايه بسرعه اغسلهم. انا هنا حاطه الغساله في الطرقه وايه ويلا بينا بقى ندخل على المطبخ. بصوا حباب قلبي هنا بقى ايه دخلت على المطبخ كده. انا عامله بصل فرماه في الكبه، بفرمه في الكبه كده وعين ايه علبه في التلاجة. اجي اعمل بانيه علقت كده على ميه عشان ايه احط فيها شويه ملح واسلق المكرونه. اول ما تغلي بحط فيها المكرونه تتسلق. هنا بقى بعين جردل كده في بصل مفروم، ده بطلعه يفك كده ايه اتبل بيه اي حاجه، اتبل بانيه، اتبل فراخ او بانيه او اي حاجه محتاجه بصل مفروم. فبساعات بيزنجزني، يعني ساعات ابقى مش عايزه اعمل بصل اقوم مطلعه معلقتين طبخه بيهم شويه طبيخ كده. يعني ساعات ببقى مش عايزه ايه اعمل بصل. هنا بقى غسلت البانيه وحطيت عليه ليمون وملح وسكر وسبته ايه حوالي نص ساعه على ما ايه على ما اشوف حاجه تانية ايه اعملها، اغسل المواعين ولا حاجه. هنا بقى يا حبايب قلبي كان عندي شويه مواعين كده. محمود كان جاي بالليل ايه كان عايز كنت ضاربه طماطم لاختي قبل ما اروح لها، ومحمود كان عايز ياكل بانيه كنت عامله له اسمه ايه اندومي. فقلت بقى اما اغسل شويه المواعين دول كده بسرعه قبل ما ابدا ايه في مواعين الغدا، وشويه شاي كده على الصبح كده عشان القرص زي ما حكت لكم. فقلت ايه اعمل حالي ايه كده بسرعه. بصوا الفيديو متسرع ده كمان والله العظيم انا واخده وقت وما برتاحش. بروح امنتج الفيديو واقعد بمحمد لانه متطعم، ساعات بيبقى عايز يرضع، ساعات بيبقى عايز يلعب، ساعات بيقعد يعيط، بيبقى خايف لان محمد ابن عندي بيخاف من الصوت العالي، بيخاف من الزعيق، بيخاف من انا بزعق لعيالي. فبصراحة اللي معاه عيل صغير دي والله العظيم غير كمان محمد ما بيطلع سنان فبيسخن على طول. بضطر بقى اديله علاج اقعد بيه، مش عارف ياكل مش عارف يرضع من السنان. فالحمد لله يا رب، ربنا يقوينا على عيالي يا رب. بصراحة والله العظيم بتعب جدا. ده غير كمان محمود مثلا لما اجي ارن عليه مثلا اقول تعالى ودينا عند ماما ولا حاجه، لان طبعا احنا اللي قاعدين بماما الفتره دي، يقعد يقول لي لا انا مش رايح انت هتعطليني انا عايزه اشوف شغلي انا عايز مش عارف ايه. فببقى مضغوطه قوي همشي بعيالي ازاي اروح بعيالي ازاي، فين وفين عما بتحايل عليه يوديني. فاقوم ايه والدتي راحت عند اختي بقى تقعد عندها في المحله اسبوع وكده على ما محمد يقوم بالسلامه وايه واقعد بيها لان ايه بصراحه والله العظيم يا جماعه ضغط جامد عليا. فالحمد لله يا رب. هنا كنت عامله بطاطس مهروسه وببص لقيتها باظت، الدنيا حر وما عادش حاجه مستحمله تقعد بره. فالشقه عندنا بالذات حر نار لان انا على السطوح، مني للسطوح وبتبقى حر. هنا بقى قلت خلاص انا ايه افتكرت ان انا عيالي كلوا الطماطم، قلت خلاص كان عندي كيس في الفريزر لو راح اطلعه، دي طماطم مضروبه بالبنجر. فقلت خلاص ايه هعملها وكده.
بصوا حبايب قلبي، انا هعمل مكرونه وكده علشان ايه انجز في الوقت. انا بصراحه بحب البانيه بالرز، بحب اعمله بالرز كده، رز بصفر بصلايه واقوم حاطه الرز واحط عليها ماجي كتير وورق لورا وبهارات كبسه وماجي، بيبقى رز زي رز الريزو اللي بيبيعوه في كنتاكي، بيبقى رز اصفر زي البسمتي بالظبط بس مصري. محمود قال لي لا انا عايز مكرونه، قلت خلاص اي بهارات عندي بحطها على البانيه، اي بهارات بحط، اي بهارات وفلفل اسمر وثوم وبصل وملح واي بهارة عندي بحطه، وبحط كركم عشان ما يبقاش ابيض، البانيه يبقى ابيض بيبقى لونه اصفر وجميل. فهنا بقى خلاص كده تبلته وبعد لكل واحد قطعه، انا جايبه نص كيلو ب75 جنيه. فبعمل ايه بقى، بعد لكل واحد حته بانيه، هي بتبقى الحته كبيره وحلوه، بعد لكل واحد حته بانيه واحط لهم شويه بطاطس، يعني كل واحد حته بانيه وشويه بطاطس. فايه فبيتبقى مثلا حته حتتين بقوم حطهم في كيس وحطاه في التلاجة. بعمل ايه بقى، يوم مثلا اعمل بيتزاية، اعمل بقى بيتزا جبن وبيتزا ايه فراخ. يوم مثلا اعمل فطيره جبن وفطيره ايه فراخ، بجيب لفتين حواوشي واحشي واحده فراخ وواحده جبن ونقعد نتغدى بيهم. مثلا بعوزهم وكده، يعني اعمل حواوشي كده، يعني بطلع بقى اللي باقي كله على حته لحمه على حته فراخ واعمل ونقضي اليوم. لان طبعا ايه يعني الاول كنت بعمل ايه، بقول ايه لا انا هعمل لمحمود ايه حتتين وكل عيله من العيال حته وانا حته، فلقيت ما بيتبقاش معايا لان تاني يوم انا عايزه اوفر ما بعرفش اوفر، فبقيت لا بعمل لكل واحد فينا حته وايه وطبق بطاطس، كل واحد حته بانيه وطبق بطاطس وطبق مكرونه وبناكل ونشبع. زمان كانت الحاجه رخيصه، كان الواحد بيجيب نص كيلو وكيلو الا ربع نقضي بيه اليوم، كان بيبقى ب50 جنيه. كان البانيه ده يوم ما بيتعظم قوي كان بيبقى ب100 جنيه، دلوقتي البانيه وصل 155. فيعني اهو الواحد ايه يكفي ان هو ما بيحرمش عياله. لكن لا لا يا ملك، لا ما تلعبيش بالالعاب هنا يا مريم، انا ما صدقت روقت. لا هنا بقى ايه، بصوا قلت ايه هقشر البطاطس اهو، انا بعمل لكل واحد بطاطايه، احنا ايه 4 تنفار، فبعمل لكل واحد فينا بطاطايه زي ما انتوا شايفين كده. ايه بحب المكرونه بتاعتي احط فيها ماجي واحط فيها ايه توم، بحبها قوي بالتوم وبالماجي بتبقى جميله قوي، بحط فيها توم وماجي وسكر وملح وايه و... وفلفل اسمر، بتبقى طعمها جميل قوي يا حبايب قلبي، جربوها كده. هنا بقى سلقت المكرونه، ما سلقتهاش سلقه جامده، هي باقي عليها سنه صغيره بتكمل سواها في الطماطم. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، هنا بقى حطيت الطماطم وحطيت البهارات وحطيت كل حاجه زي ما بقول لكم، واحده ماجي وفلفل اسمر وملح وسكر، وبغطيها واسيبها كده مع نفسها بقى بتفك وتتسبك مع نفسها، ويبقى مسقطه المكرونه. هنا بقى كده خلاص ما عادش فاضل لي غير اجيب كيس فيجيتار واقوم حاطه عليه شويه دقيق وشويه كركم وشويه ملح، واقوم جايه ايه عامله البتاع. هنا كنت جايبه السوق ده كنت جايبه موز من السوق، كان الكيلو ونص ب10. جبت هو كان موز ياما بس انا عينتي يا جماعه ايه اللي بيبقى فيه الحته ديت اللي هي بتبقى ماسكه الموز دي، عينته على التلاجة، والباقي الفرط كله خدته حطيته في طبق، قلت ايه احطه قدام العيال في الراحه وجايه ياكلوا منه. الراجل ده كل ما بلاقيه بجيب منه ايه ب20 جنيه كده، بيديني 2 ونص 2 ومش عارف كده، بقوم حطهم كده ايه للعيال ياكلوا فيهم في الراحه والجايه. ما بنزل السوق اقوم جايب لهم ب20 جنيه ايه موز، بيحبوه، بيبقى مستوي حلو ايه ومستوي حلو طعمه حلو فبياكلوا. بصراحه المصاريف بقت صعبه قوي، الحمد لله يا رب، او الواحد ايه ممشاه كده ايه بالبركه. امبارح كنا واكلين رنجه، جبت رنجه، قلت بقى النهارده بقى هو كل يوم اعمل رنجه يا بطاطس يا رنجه يا بطاطس. رحت جبت بانيه ب75 جنيه، عينت حتتين في التلاجة زي ما انا حكيت لكم كده، والباقي يا دوبك كل واحد حته، يعني هم يعتبروا كانوا كام حته يا ولاد، كانوا 7 حتت، عينت حتتين وخليت 5 حتت، وقطعت شويه بطاطس كده وغسلتهم 4 بطاطسات كده لكل واحد بطاطسايه، وعلقت على المكرونه وايه وناكل واليوم يعدي وخلاص. انا كنت عايزه اعمل بتنجان مقلي بالشطه والثوم وكده والكمون والخل ومش عارف ايه والليمون، بس ايه ما لقيتش عندي زيت، والله ما لقيت عندي زيت. ده انا خدت شويه زيت من قلي البطاطس عملت بهم المكرونه، عادي بتحصل، بس ايه ما عنديش زيت. قلت لا وانا هجيب بقى بتنجان يخلص لي باقي الزيت اللي هحمر بالبطاطس، قلت لا خلاص مش جايبه. بصراحه والله العظيم انا بفكر قبل ما اجيب الحاجه،
الدنيا ما عادش زي زمان يا جماعه، والله العظيم الدنيا ماشيه بالعافيه. يعني ساعات اكتر الايام والله العظيم اقوم عامله مكرونه وبطاطس، وبتنجان ومثلا ايه، قولوا معايا، فول بالتخديعه. يعني انا عندي فول في الفريزر، بكره بقى هطلع فول، مش هجيب اكل، عندي بطاطس في التلاجة وعندي فول، هطلع فول وبطاطس. ما هو اليوم ده بقى بيبقى ايه، يوم الاكل ببلاش كده، بقى باكل فيه اكل ببلاش. اقوم مطلعه كيس فول، عامله فول بالتخديعه، وعامله بطاطس محمره، وعامله بتنجان وشطه، ونقضوا اليوم. لكن والله العظيم هو الايام عايزه يوم يشيل يوم. اللي بوفره من اليوم ابو بلاش، ومعلقه على الغسيل بغسل، ومحمد بصوا تعبان مش مرتاح تعبان، فبحطه في المرجحه. بصوا المرجحه ما بتتزقش جامد، بس انا مسرعه الفيديو يا جماعه، الفيديو ده مسرعاه خالص علشان يعني عشان ما يبقاش طويل عليكم. الفيديو ده كان اكتر من ساعه، فانا سرعته عشان ما يبقاش طويل عليكم. هنا بقى يا حبايب قلبي دخلت تاني اكمل، قلت خلاص ايه، هعمل جنب الاكل طبق سلطه. قلت خلاص دخلت كده اكمل الغسيل، احط باقي الغسيل في الغساله، وهعمل طبق السلطه ده. والحمد لله على كده. متنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا.